طب خلينا نتكلم كده على بلاطة. احنا فعلا عايزين نتكلم بصراحة ونواجه بعض بصراحة بمنتهى الأمانة ونفتح قلوبنا بدون لف ولا دوران، وإذا كان حصل خطأ يعتذر عنه فعلا ولا لأ. في المقابل يعني مرة أخرى أنا لا أتحدث باسم جميع الزملاء الصحفيين والإعلاميين، كل واحد من حقه يعبر طبعا على كل وجهة نظره، لكن باعتباري أنتمي إلى هذه الأسرة أعتقد كلنا ملاحظين في المقابل موجة من العنف اللفظي من شخصيات كبرى داخل جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة على الإعلاميين والصحفيين. على سبيل المثال أمس فقط الدكتور عصام العريان مرة أخرى يوجه سهامه ناحية الصحفيين ودخل وبيتساءل مثلا عن من بين ما تساءل عنه: إذا لم يكشف الإعلاميون عن مرتباتهم سيتظاهر الناس أمام بيوتهم. ده اسمه تحريض، اوكي، وهنتكلم عن حكايه مرتباتهم دي. موجها رساله لهم: الحبل الذي تستخدمونه ستشنقون به انفسكم اذا لم تخاطبوا الشعب بالحقيقه. لا اله الا الله. طيب خليني قبل ما اكمل بس يعني بوجه كلمه صغيره بس للدكتور عصام العريان، لأنه هو أعتقد أنه وجه كلامه أكتر للإعلام الخاص، والإعلام الخاص طبعا بيتفاوت، وزي أي قطاع في منه من يجتهد للوصول إلى الحقيقة وإتقان المهنة بشكل عام، ولا ينبغي أن تلقى التهم هكذا جزافا على الجميع كده مظلة واحدة يعني. والإعلام الخاص بالمناسبة إعلام زي أي مؤسسة خاصة، ما فيش أي إنسان من حقه إنه يقول لحضرتك أنت بتاخد كام، مرتبك كام. إذا فعلا عايزين نتكلم، دكتور عصام العريان أنا اللي من حقي كمواطن مصري قبل ما أكون صحفي أو غير صحفي أقول له باعتبار حضرتك بتاخد بدلات في مجلس الشورى او لما كنت نائب او الى اخر الامور دي، حضرتك قول لي مش عارف. انا اللي ممكن اقول العربيه البي ام دبليو اللي كان فلان الفلاني رجعت ولا لا، الى اخر هذه الامور. يعني اذا بدانا نتكلم من ده، مين اللي له الحق انه يتكلم عن حد بالشكل ده؟ لانه توصل الى تحريض للناس انه يتظاهروا امام بيوت الصحفيين والاعلاميين، ما يصحش. دكتور محمود غزلان على سبيل المثال أيضا قال إن وسائل الإعلام تحريض على العنف والبلطجة ونشر الشائعات دون مراعاة لظروف البلاد. ده كان يوم 4 مارس الماضي. الدكتور رشاد البيومي نائب المرشد العام يوم 20 مارس اللي هو امبارح قال إن الإعلاميين هم اللي حطنا في دماغهم حين تفتح التلفزيون حتى تغلقه، وهو يقدم شتائم وقلة أدب تجاه الإخوان. لا إله إلا الله. دكتور محمد بديع طبعا كلنا فاكرين اللي قاله يوم 27 مارس السنة اللي فاتت: الإعلاميون كسحرة فرعون يوحي لهم الشيطان ليرهبوا الشعب من الإخوان. طيب يعني إذا كان المرشد العام نفسه بجلالة قدره للإخوان هي دي نظرته للصحفيين وللإعلاميين، إنه إحنا سحرة فرعون يوحي لنا الشيطان، يبقى هنتوقع ايه من بقيه المسؤولين داخل جماعه الاخوان المسلمين؟ وهنتوقع ايه اذا كان فعلا عايزين نقيم حوارا جادا نتكلم فيه عن هموم الوطن والمشكلات الحقيقيه للبلد من غير ما ندخل في لف ودوران. انا اسف ان انا وقفت شويه يعني امام النقطه دي، لكن هي في الواقع مش بعيده عن المشهد كله ومغزى ومعنى المشهد كله.